السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض ملوخية بالجمبري السويسي كده البلدي الجميل، وجنبيه كمان رز كده ابيض. حاجة كده يعني خيال، جميلة جدا، فاخر من الاخر، وهتعجبكم وبطريقة سهلة وحلوة قوي قوي وبسيطة. ويلا بينا بقى نخش كده ونسمي الله وعلى رسولنا الكريم ونشوف المكونات والطريقة. اول حاجه بقى ايه، هنشوف المكونات بتاعتنا. انا جبت كيلو جمبري على كيلو ونص ملوخيه، وعندنا كمان بصلايه مفرومه ناعمه، وعندنا معلقه توم كبيره، يعني راس توم كبيره كده مفرومه، وطماطمتين كده برضو مفرومين ناعم خاليه البذر والتفل، وايه، وعندنا كمان التوابل اللي هي ايه هنحطها. الجمبري بقى ده بعد ما قشرته، ده الجمبري البلدي الازاز، بعد ما قشرته طبعا غسلته الاول بالدقيق والملح كده من قبل ما تحطي عليه اي حبه ميه، وايه، وتروحي شطفاه، تكبي الميه بقى ديت، وتروحي عامله له ايه تاني، تعصري بقى عليه كمان ليمونه كده، وتحطي عليه برده معلقه ملح، يعني تدعكيه بايديكي بس مش تهريه، لا دعكه كده بسيطه جدا برده، وتروحي شطفاه وكبه ايه الميه، صفيه تماما تماما، يعني اغسليه غسلتين كده، والليمون ده بقى خلاص هيضيع منه اي زفاره تشوفيها. جبنا بقى البوله وحطينا فيها الجمبري بعد ما صفيناه، ولو انت عايزه تنقصي في الكميه برضو براحتك يعني، بس انا جبت كيلو على كيلو ونص ملوخيه. وطريقه الملوخيه دي طبعا انا ايه قلت لكم من قبل كده فرستها ازاي. جبت الجمبري حطيته في البوله، نزلت عليه البصل المفروم، وحطيت عليه كمان الطماطم المفرومه ومعلقه توم برضو المفرومه، وحطيت كمان عليهم معلقه ايه مستردة. المستردة بقى دي كمان بتديله يعني طعم جميل جدا، وايه بتشيل برضو منه الزفارة، بس هو كده كده خلاص اتغسل حلو قوي واتشالت منه الزفارة. وهنحط بقى عليه ايه معلقة الفلفل الاسمر ومعلقة الكزبرة البودر، يعني فلفل بودر وكزبرة بودر. خلاص كده هنقلبهم بقى كده مع بعض، ومعلقة ايه الملح، وعليهم كمان معلقة صغيرة سكر. قلبيهم بقى كلهم كده مع بعض عشان ايه كلهم يشربوا من بعض كده ويتبلوا بالتتبيله الجميله ديت. التتبيله دي بقى هتخليه حاجه، يعني الجمبري ده ما تحسيش ان هو جمبري، لا حاجه كده جميله جدا. بفتيك مش عارف يعني، بص عايزه اقول لكم الطعم خيال خيال. خلاص قلبناهم بقى وسيبناهم على جنب. جبنا بقى الحله اللي احنا هنعمل فيها الملوخيه، حطينا معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي. الحاجتين دول مع بعض، السمنه البلدي والزيت بيدي لها طعم يعني خرافه، والريحه بقى بتاعته مش عايزه اقول لك حاجه جميله. حطيت واحده حبهان، ورقه لورا، حته قرفه خشب، واحده قرنفل، حته مستكه او واحده مستكه صغيره. كل دول بس هنقلبهم مع السمنه والزيت، والسمنه البلدي بقى كمان بتدي طعم حكايه وريحه خيال خيال. خلاص على كده هي دوبك هنقلبهم بس مع بعض كده عشان ايه السمنه تسيح وهم يشربوا من بعض. ما فيش يعني دقيقة كده بس، وهنروح بقى عاملين ايه تاني، هننزل عليهم بقى ايه بخلطة الجمبري اللي احنا عملناها دي. والجمبري كل ما هو كان وسط كده بيدي طعم حلو غير الكبير خالص. الكبير بتحس ان هو طعمه ايه عامل زي العيش، لكن الجمبري الوسط ده بيدي للملوخية طعم حكاية. خلاص كده هنا نزلنا بقى كل البولة كده الجمبري بالخلطة بتاعتها دي كلها، وايه، وهنقلبهم تقليبتين بس كده صغيرين عشان برضو الجمبري ما يتهريش منك، لان الجمبري دوت ما بيستحملش ايه التقليب فيه كتير. خلاص كده قلبته وسبته دقيقه، وبعد كده قلبته تاني. خلاص، لان احنا مش هنسيبه يشرب الميه ولا غيره، لا دي ميه البصل دي مش ميه الجمبري، لان الجمبري خلاص احنا صفيناه تماما وعملنا فيه ايه اللي يعني الحاجات اللي هي نضفته خالص، ما فيش عنده زفار زي ما انتم شايفين. بصوا كده بقى ايه، خلاص هياخد منك بقى ايه يعني حوالي 5 دقايق بس في التقليب دوت. بعد كده خلاص هنروح جايبين بقى ايه الميه السخنه كنا محضرينها، ننزل بيها على الجمبري بالخلطه. شمي بقى الريحه خيال خيال، بقول لك الملوخيه ام جمبري دي هي سويسي، اكله سويسي جميله. يعني حاجه جميله جدا، والواحد بيحب يعملها ايه في الصيف بالذات. فخلاص كده قلبناهم بقى تقليبه ايه صغيره، عشان قلنا برضو كتر التقليب في الجمبري بيهريه، وهنغطيها. هتغلي غلوتين، يعني هتاخد منك بس يا دوبك ايه 5 دقايق، لان كل حاجه دي فيها ايه ناعمه ومبشوره كلها، ما فيهاش ايه حاجه سليمه. هنسيبهم 5 دقايق بس كده يغلوا مع بعض.
ويكون احنا بقى جبنا ايه الملوخيه زي ما انا قلت لكم دي، انا كنت مفرزاها معاكم في القناه، خشوا كده وشوفوها، طريقتها جميله، ما تخليهاش تفك بره، لا على طول جيبيها من الفريزر، حطيها على طول فين، على الجمبري والشوربه بتاعته دي. انا عايزه اقول لك الشوربه دي لو دقتيها بقى خيال خيال. خلاص كده سيبيها لما تفك كده براحتها، بس وطي عليها بالبوتاجاز، هتفك الملوخيه براحتها. بعد كده بقى هنجيب ايه الطاسه، وهنحط برضو فيها معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت، يعني كل اللي حطيناه معلقتين سمنه بلدي ومعلقتين زيت. هنسيبهم بقى يسيحوا كده، ونحط عليهم بقى ايه معلقه الثوم المفروم كبيره بقى، دي عشان دي اسمها الطشه بتاعت الملوخيه. ونحط عليها كمان معلقه الكزبره البودر، يعني احنا حطيناها الاول مع الجمبري معلقه كزبره، وحطينا هنا كمان معلقه كزبره على الثومه، يا دوبك ايه تديكي اللون الذهبي، ما تغمقهاش عشان ما تمررش معاكي في الملوخيه. خلاص كده، ايدك بس فيها عشان ما تلزقش منك، اهو برضو كده اهو تقليبتين 3 زي ما انتوا شايفين. بصوا اللون بتاعها جميل جدا، مش هخلي فيها حته غامقه ولا حته فاتحه، كلها تدينا اللون الذهبي بس ايه الجميل الفاتح كده. خلاص على كده، خلاص يعني بصي ما خدتش معايا دقيقتين بالكتير اهي، بوريها لكم. بصوا اللون الذهبي الجميل، ما غيرتش لونه اكتر من كده. هننزل بيها على طول على الملوخيه، علشان لو سبناها في الطاسه بتزيد من الايه من الغمقان بتاعها. وناخد بقى معلقتين من الملوخيه اللي في الحله ونحطهم في الطاسه ونرجعهم تاني، يا دوبك برضو تقليبه بس كده صغيره. شايفين بقى، بصوا شايفين لون الملوخيه وجمالها الجميل، الخضار والحلو، او بصوا لا تخينه ولا ايه ولا خفيفه، ملوخيه جميله جدا فاخر من الاخر، والريحه عايزه اقول لك ماليه البيت، خطيره خطيره. عايزاكم بقى تجربوها، وتعملوا جنبها كمان ايه حبه الرز بقى الابيض دوت، عايز تاكليها بعيش برضو براحتك، عايز تاكليها بالرز برضو براحتك، خطيره خطيره خطيره. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. واللي اول مره برضو يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وحاجه فاخر من الاخر. وبالهنا والشفا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.